من نقابة المعلمين نحن نعلنها صريحة: إذا لم يحصل معلمي مصر على حقوقهم كاملة فلا وسيلة لنا إلا الإضراب في بداية العام الدراسي أو النصف الثاني من العام الدراسي. بالنسبه للمشاكل عندنا في وزاره التربيه والتعليم، طبعا هي المشاكل موجوده من 3 سنين، بس هي ابتدت تزيد في الفتره الاخيره دي تقريبا من شهر 10 اللي فات، من اكتوبر، من بعد ما مسك الدكتور محمود ابو النصر الوزاره بحوالي شهرين، لانه ابتدى يوعدنا وعود والله العظيم احنا حاسين حتى ان هي وعود اكبر، يعني عفوا في اللفظ، اكبر من حجمه. لان هو ابتدى يوعدنا اول حاجه بوجودنا في الحد الادنى، ثاني حاجه ب 100% حوافز، ثالث حاجه حرمنا من اننا نشرف على لجان الانتخابات اللي هي مقامه في مدارسنا، ودي كنا بنعتبرها وسيله كسب للمعلم على اساس ان هي كنوع من المكافاه، تحفيز كده. هو يعني ما دخلناش فيها، هو قال ان هو هيعوضنا عليها لكل معلم الضعف. طبعا احنا كلنا من صغار المعلمين عارفين ميزانيات وزارتنا من 3 سنين، وعارفين بتتصرف ازاي، وعارفين ان في عجز في الموازنه، واشتركنا مع لجنه وضع المواد التعليميه. يعني انا واحد من ال 46 اللي اشتركوا في وضع ال8 مواد تعليم في الدستور، من الماده 19 الماده 25 والماده 77 الخاصه بالنقابات. الدكتور محمود ابو النصر شخصيه مؤدبه جدا، بس انا للاسف مش عايز شخص مؤدب، انا عايز شخص بالبلدي كده ادارجي. انا من ثوار الميدان من 25 يناير، معلم، اشتركت في ثوره 25 يناير واشتركت في ثوره 30/6، كل ده على امل ان يجي واحد للبلد يجيب لنا حقنا، مش كمعلم، كمواطن مصري. احنا زي ما طلبنا كده من الرئيس اللي جاي، اذا ما كناش هنبقى متواجدين في الخطه بتاعته او في الجدول بتاعه، او المفروض ان المرشح لرئاسه الجمهوريه هيقدم برنامج، لو انا مش موجود في البرنامج ده يبقى كده بيضحك علينا كلنا يا مصريين. اولا احنا بنطالب بتطوير التعليم ليناسب الشخصيه المصريه، وخصوصا بعد الثوره المناهج بتاعتنا لا تمت للصفه او للشخصيه المصريه بصله. عايزين نطور المناهج، عايزين نطور المباني. احنا اخر وقفه وقفناها للدكتور محمود ابو النصر كانت يوم 14/12/2012، الوقفه اللي قبل الاخيره. كنا 30 واحد، كانت مطره وبرق، ومع ذلك نزلنا. عارف حضرتك كان طلباتنا فيها ايه؟ بنطالب الوزير بتحقيق وعوده، يعني ما بنطالبش منه حاجه زياده، بنطالب انه يحقق اللي قال عليه. زودنا عليهم طلب واحد بس كلنا حاسين بيه في مصر: مقعد لكل طالب. انا بعت او ببعت لزمايلي، يعني انا طبعا مشترك باكونت على الفيس، فببعت بقول مقعد لكل طالب، احيانا اهم من تابلت لكل طالب. ادي تابلت لطالب قاعد في الارض بيتعلم، طب ازاي؟ انا اوفر له مكان الاول، اوفر له حجره دراسيه يتعلم فيها، اوفر له منهج. التعليم بيقام على 4 حاجات: على المبنى، وعلى المنهج، وعلى الطالب، واخيرا الملقن، وهو الاساس اللي هو المعلم. انا بطالب بتطوير مجتمعي. معقوله في تطوير من غير معلم، من غير تعليم؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا مش بعيد عن المحيط اللي حاصل في مصر دلوقتي. مصر كلها دلوقتي حاليا اضرابات واعتصامات، ومنها عمال غزل المحله اللي بقالهم اسبوع بالظبط في اعتصامات هناك. عارف حضرتك ليه؟ عشان الحكومه اخلت معاهم بالوعد اللي قالته اللي هو الحد الادنى. غير كده حضرتك، انا مش عايز حد ادنى، انا عايزه حد اقصى. ليه يستثني من الحد الاقصى الفئات اللي ممكن تحصل منها على المال اللي دعم بيه الحد الادنى؟ وهقول لك امثله عليها: الجيش والشرطه والقضاه والبترول والبنوك، ده هم دول اعلى المرتبات. ازاي ما اطبقش عليهم حد اقصى عشان اخده اديه للحد الادنى اللي بيطالب؟ غير كده انا برضو من ضمن الناس اللي افهم في وزارتي. انا في وزارتي الميزانيه بتاعتنا حوالي 52 مليار، 85% بيتصرف منها على راي الوزراء ما بيقولوا علينا 85% مرتبات. لو قسمنا المرتبات ال 85% يعني 42 مليار على ال 2 مليون معلم، يعني انا يوصل لي 18000 جنيه. طب تخيل حضرتك لو انا واخد 18000 جنيه، ده انا هقطع نفسي في المدرسه، ده انا هذاكر عشان اذاكر للطالب، مع العلم ان انا اخصائي بطالب بتجريم الدروس الخصوصيه، مش بس عشان ما اظلمش زميلي، مع مرتب يكفل له حياه كريمه والحوجه ومدة ايده. زميلي لما بيروح يخبط على البيت ده وده 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 يدي دروس، ما دي اهانه انا بسمعها منه. ان شاء الله باذن الله هنصعد لان احنا مش اقل من غيرنا. وبعدين ما فيش حاجه اسمها مطالب فئويه. مطالب فئويه احنا تلت القوى العامله في مصر، احنا 2 مليون معلم واداري. فئويه ايه؟ فئويه دي لما يكون واحد مني لغه انجليزيه طالب حاجات لنفسه، لغه عربيه طالب حاجات لنفسه. احنا وزاره كامله، وزاره تعليم، اكبر وزاره تعليم في الشرق الاوسط.
مش في مصر بس وفي افريقيا. فما ينفعش، احنا قلنا قبل كده مش عايزين نبقى زي اليابان وزي المانيا، وجبنا امثله ان رئيسه وزراء المانيا قالت للقضاه اللي كانوا طالعين عايزين يزودوا مرتباتهم زي المعلمين، قالت لهم اتريدون ان تتساووا بمن علموكم؟ فالمظاهرات انفضت. المعلم لو ما رجعتلوش كرامته الماديه والادبيه عفوا عليه العوض. انا لما جيت هنا يعني كنت معلق الكارت ده. طبعا الكارت ده بالنسبه للكوره معروف، ده كارت الطرد. ما حد سالني من الزملاء الكارت ده انا جايبه ليه. انا جايبه الاثنين للدكتور محمود ابو النصر، واقول له كفايه كده كفايه كده حرام عليك، عشان احنا زي ما احنا معلمين ولادنا في التعليم. والكارت ده لاحمد الحلواني اللي بيدور النقابه بالتليفون. وانا عايز اسال سؤال بس للداخليه. احمد الحلواني مطلوب القبض عليه. احمد الحلواني عضو جماعه ارهابيه بحكم القانون. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى ابو الحديد يوسف، المجلس الوطني، المنسق العام للمجلس الوطني للتعليم بالجيزه. اولا احنا لما جينا هنا المؤتمر، كان المؤتمر مدعي فيه الناس اللي هي الجبهه الحره والنقابه المستقله ومجموعه تانية كده تبع اتحاد المعلمين الاحرار. فطبعا احنا لما بنيجي نتكلم، انا لما بتكلم كمعلم بقول ان المعلمين كلهم لازم ينخرطوا في كيان واحد بدون اسماء. يعني انا مش عايز ان يكون في كيانات او اسماء. انا عايز كلنا ننزل باسم معلمين مصر فقط. انا بالتالي كنت في النقابه المستقله عضو هيئه مكتب النقابه المستقله بالجيزه، وبعلن تنازلي واستقالتي على الهوا دلوقتي من النقابه المستقله، وهكون مكاني مع المعلمين عادي برضو، وعمري ما هزعل من حد. انا ما بشوهش صوره حد. انا بتكلم عن نفسي ان انا تنازلت عن النقابه المستقله لان انا عضو هيئه مكتب النقابه المستقله بالجيزه، وبنسحب منها على الهوا، لان انا بتكلم ان احنا كلنا معلمين مصر. الناس بتزعل لما بنيجي نتكلم معاهم نقول لهم يا جماعه احنا كلنا معلمين